مريض الضغط في رمضان والصيام في رمضان من أهم الأمراض اللي منتشرة في مصر، وبتمثل تقريبا بنسبة 30 ل 33% من الشعب المصري مصاب بالضغط العالي. الضغط العالي من الأمراض المهمة جدا، واللي بيأثر فيها حاجتين مهمين: الاسترس واللي موجود في الصيام، كمان الملح واللي موجود في بعض الأطعمة. الملح مش معناه الملح الابيض بس، لا، في عندنا الجبن تحتوي على املاح، على ملح، المعلبات، الوجبات السريعه، المياه الغازيه، بالاضافه الى الملح اللي احنا قلناه. من اهم العوامل الرئيسيه للتاثير على الضغط العالي. مريض الضغط العالي لو محافظ على نفسه وبياخد علاجه في وقته ومظبط الاكل بتاعه ممكن يصوم. اما لو في علو بارقام كبيره، لا، مش لازم يصوم. احنا نعرف ازاي؟ في بدايه الصيام بنقيس الضغط خلال اليوم، خلال الصيام، في 3 اوقات مختلفه: الساعه 10 الظهر او الساعه 3 وقبل الفطار. لو العلو عالي يبقى نتوقف عن الصيام ونفطر، اما لو العلو طبيعي وسهل ومقدور عليه فنكمل صيام. مريض الضغط إياك والملح في رمضان. استنونا فيديوهات تانية جديدة إن شاء الله. دمتم في أمان الله. سلام عليكم.